ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض عصير الكيوي مع الموز. مفيد جدا للجسم ومغذي، وبيساعد كده في حالات نزلات البرد، ولانه مقوي للمناعة بما انه بيحتوي على فيتامين سي. هنا معانا كده 3 حبات من الكيوي وحبيتين من الموز، ومعانا ليمونة. عايزة تضيفي الليمونة كلها، عايزة تضيفي نصها، يعني حسب رغبتك. هنا بقى بما ان الكيوي بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة، فهو بيحمي الجسم من امراض السرطان. وعايزة اقول لكم كمان بما انه بيحتوي على نسبة من المية، فهو بيساعد في انخفاض الوزن، بيوصفوه للدايت، لحالات الدايت. طبعا الكيوي برضو حلو جدا لسلامة القلب. عايزة اقول لكم بقى كمان ان الكيوي بيساعد على التركيز، وبيساعد على النوم العميق. يعني لو عايزة كده تنامي كده نوم عميق، تاكليلك كده حباية كيوي وتشربي بعدها شوية مية. طبعا هنا هنضيف كده الموز، والموز برضو كله فيتامينات واملاح معدنية مفيدة برضو للجسم، فهو بيساعد في انخفاض الضغط المرتفع. وطبعا الموز بما انه بيحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، فهو حلو جدا لحالات الانيميا، وحلو جدا للقلب. وكمان طبعا منشط بقى للدورة الدموية. وعايزة اقول لكم بيحسس كده الانسان بالشبع، يعني ممكن تحطيه كوجبات سناكس للاطفال في اللانش بوكس بتاعهم، لما ياكلوه كده يحسوا ان هم شبعانين. هنا بقى هنضيف للعصير بتاعنا كوباية زبادي او علبة زبادي، هتديله برضو قيمة غذائية عالية، وطبعا هتديله برضو قوام جميل. وهنضيف هنا معلقة من العسل، عسل النحل. طبعا لو عايزة تضيفي سكر ضيفي، انا ضفت معلقة عسل كانت عندي يعني. طبعا ما ضفتش كتير، معلقة واحدة علشان الموز طبعا معسل. وضفت بقى كده المية. واللهم صل عليك يا نبي، شايفين بقى كده الجمال والحلاوة وقوام العصير، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. فيديو كده قمر، لو عجبكم سيبولي دعوة كده حلوة من قلبكم.